السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في قناة حبة وفكرة. لو بتتابعوا القناة فأكيد لاحظتوا إن معظم الفيديوهات اللي بنزلها معتمدة على الذكاء الاصطناعي، وفي الفترة الأخيرة وصلتني تعليقات كتير بتسألني إزاي بتعملي الفيديوهات دي وإيه البرامج اللي بستخدمها. علشان كده قررت أعمل الفيديو ده وأشرح فيه بالتفصيل كل خطوة بعملها، من أول كتابة الفكرة والسكريبت لحد إنشاء الصور وتحويلها لمشاهد وعمل المونتاج، وكل ده بنفس الطريقة اللي بستخدمها في الفيديوهات بتاعتي. كمان كل الأوامر اللي هستخدمها أثناء الشرح هتلاقوها موجودة في صندوق الوصف علشان تقدروا تطبقوا معايا خطوة بخطوة بسهولة. ويلا بينا نبدأ بأول خطوة، وهي كتابة السكريبت باستخدام شات جي بي تي. بالنسبة لي دي أهم خطوة في الفيديو كله، لأن جودة السكريبت هي اللي بتحدد جودة النتيجة النهائية. أنا بستخدم شات جي بي تي في كتابة السكريبت، لكن مش مجرد إني أكتب عنوان الموضوع وخلاص، لا، لازم أكتب طلب واضح ومفصل علشان يطلع السكريبت مناسب للفيديو اللي أنا عايزاه. في المثال ده هستخدم موضوع بسيط، وهو 3 أطعمة غنية بالحديد، علشان أشرح عليه كل المراحل من البداية للنهاية. بعد كده بكتب الأمر اللي بطلب فيه كل التفاصيل اللي أنا محتاجاها، زي مدة الفيديو وطريقة التقسيم وأسلوب الكتابة ونهاية الفيديو. وكل الأوامر اللي هستخدمها في الشرح هتلاقوها كاملة في صندوق الوصف علشان تقدروا تنسخوها وتطبقوها في أي وقت. بعد ما شات جي بي تي كتب لي السكريبت ما بدأتش استخدمه مباشرة. في الأول راجعته وعدلت عليه بحيث يكون باللهجة المصرية، وكمان خليت كل شخصية أو كل عنصر يتكلم بنفسه، لأن ده الأسلوب اللي أنا بستخدمه في الفيديوهات بتاعتي، وبيخلي المحتوى أبسط وأقرب للمشاهدة. بعد ما خلصت السكريبت بنتقل للخطوة اللي بعدها، وهي إنشاء البرومبتس. في المرحلة دي أنا بستخدم أوبجكت توك لأنه بيساعدني أحول كل مشهد في السكريبت إلى برومبتات مفصلة سواء للصورة أو الفيديو. ودي خطوة مهمة جدا، لأن كل ما البرومبت يكون واضح كل ما النتيجة النهائية تطلع أقرب للفكرة اللي في دماغي. بعد كده بنراجع البرومبتات، ولو احتاجت أي تعديل بعمل التعديلات دي قبل ما أبدأ في إنشاء الصورة أو الفيديو. بعد ما انتهيت من تجهيز البرومبتات دلوقتي ببدأ أنتقل لمرحلة إنشاء الصور. في المرحلة دي أنا بستخدم فلو برو. قبل ما أبدأ في إنشاء الصور خلوني أوضح بسرعة أهم الإعدادات اللي بستخدمها داخل الفلو برو. هنضغط على مشروع جديد، وتعالى أقول لكم خطوة خطوة هنعمل إيه. أول حاجة، من خلال علامة زائد أقدر أرفع صورة من جهازي لو حبيت أشتغل عليها بدل ما أنشئ صورة من البداية. بعد كده بختار أبعاد المشروع حسب المنصة اللي هينزل عليها الفيديو. لو كنت عايزة فيديو طويل أو أفقي فأنا بختار المقاس المناسب ليه، ولو الفيديو هيكون شورتس أو ريلز بختار المقاس 9:16، وده اللي هنستخدمه النهاردة. بعد كده بختار نموذج التوليد، وأنا في الفيديو ده هستخدم أومني فلاش. هو مناسب لسرعة إنشاء المشاهد وبيستهلك 15 وحدة لكل عملية توليد. وفلو برو بيوفر لي 50 وحدة مجانية كل يوم، وبالتالي أقدر استخدمها في إنشاء عدد من المشاهد يوميا بدون تكلفة. بعد ما ظبطنا الإعدادات هندوس على حفظ. بعدها ننسخ برومبت الصورة من على شات جي بي تي ونحطه هنا في فلو علشان ننشئ الصورة. بعد ما الصورة بتكون جاهزة وتمام خلاص، شيكت عليها ان هي تمام، هي دي اللي انا هستخدمها. انا ممكن برضو ادخل ادوس على الصورة واعمل عليها تعديلات لو انا محتاجة ان انا اعدل عليها، لكن انا بالنسبة لي كانت مناسبة. بعد كده بنرجع مباشرة إلى برومبت الفيديو الخاص بنفس المشهد وبنسخه علشان أحول الصورة لمشهد متحرك. بعد كده بنسخ نص المشهد من السكريبت وبضيفه للبرومبت. قبل توليد الفيديو براجع النص وبشيل أي علامة ترقيم غير ضرورية، وبتأكد إن صياغته واضحة علشان تكون النتيجة أفضل. من خلال علامة الزائد بختار الصورة اللي أنشأتها في الخطوة السابقة وبضيفها مع البرومبت، لأنها هي الصورة اللي هتتحول إلى مشهد متحرك. وبعد ما أتأكد إن كل الإعدادات الصحيحة بضغط على السهم اللي بدأ توليد الفيديو وانتظر لحد ما المشهد يجهز. وده شكل المشهد بعد التوليد، وكده أكون خلصت أول مشهد، وتعالوا نشوفه مع بعض. بتحس إنك دايماً تعبان؟ أنا السبانخ مليانة حديد، ولو كلتني مع ليمون أو برتقان جسمك هيستفيد مني أكتر. بعد ما اتأكد ان المشهد طلع مظبوط بضغط عليه وبختار داونلود علشان احفظ الفيديو على جهازي ويكون جاهز لمرحلة المونتاج. بعد ما بحفظ المشهد على الجهاز بكرر نفس الخطوات مع باقي المشاهد لحد ما اخلص كل مشاهد الفيديو بنفس الطريقة. تعالوا نشوف كمان نتيجة تاني فيديو. وأنا العدس مش بس غني بالحديد، كمان فيه بروتين وألياف يشبعوك ويدوا جسمك طاقة. بنفس الخطوات هنعمل برضو المشهد التالت، وتعالوا نشوف النتيجة سوا. وأنا الكبدة من أغنى الأكلات بالحديد اللي جسمك بيمتصه بسهولة.
كلني باعتدال، وما تنساش تتابع القناة وتشترك عشان تعرف فوائد أكلات أكتر. بعد ما انتهيت من إنشاء جميع المشاهد، في خطوة إضافية بحب أستخدمها في بعض الفيديوهات، وهي توليد التعليق الصوتي بالذكاء الاصطناعي. ولو حسيت إن الصوت اللي اتولد داخل البرنامج مش مناسب للمشهد أو محتاج نبرة معينة، بلجأ لجوجل AI ستوديو لتوليد الصوت. أول حاجة برجع لشات جي بي تي وبطلب منه يكتب لي أمر الصوت المناسب لكل شخصية أو لكل مشهد. بعد كده بنسخ أمر الصوت وبروح لجوجل ستوديو وبختار أداة توليد الصوت. بعدها بختار النبرة أو الصوت المناسب للمشهد، وبعد كده بلصق أمر الصوت وأضيف السكريبت وأبدأ عملية التوليد. بتحس إنك دايماً تعبان؟ أنا السبانخ مليانة حديد، ولو كلتني مع ليمون أو برتقان جسمك هيستفيد مني أكتر. وبعد ما أتأكد إن النتيجة مناسبة بنزل الملف الصوتي على جهازي علشان يكون جاهز للاستخدام أثناء المونتاج. بتحس إنك دايماً تعبان؟ أنا السبانخ مليانة حديد، ولو كلتني مع ليمون أو برتقان جسمك هيستفيد مني أكتر. ولو النتيجة الأولى ما كانتش بالشكل اللي أنا عايزاه، فبقدر أعدل أمر الصوت أو أغير النبرة أو أضغط على رن مرة تانية وأكرر التوليد أكتر من مرة لحد ما أوصل للصوت اللي يناسب المشهد ويحقق النتيجة اللي أنا بدور عليها. وبنفس الطريقة بكرر الخطوات دي مع كل المشاهد لحد ما أكون جهزت الفيديو بالكامل بكل مشاهده وتعليقاته الصوتية. بعد ما خلصت تجهيز كل المشاهد والملفات الصوتية بنبدأ المرحلة الأخيرة وهي المونتاج. في المرحلة دي بستخدم كاب كات وبجمع كل المشاهد بالترتيب وبضيف التعليق الصوتي، وبعدها أبدأ أراجع الفيديو بالكامل. بعد ما أضيف جميع المشاهد داخل كاب كات، أول حاجة بعملها هي إني أكتم الصوت الأصلي للمشاهد لأني هستخدم التعليق الصوتي اللي جهزته قبل كده. بعد كده بضيف الملف الصوتي وأبدأ أظبط توقيته مع كل مشهد بحيث الكلام يجي في نفس وقت حركة الشخصية، يكون متوافق مع حركة الفم وقدر الإمكان. ولو احتاج أي مشهد وقت أطول أو أقصر بغير مدته بحيث يكون متناسق مع التعليق الصوتي، وبعدها أضيف الانتقالات والنصوص البسيطة اللي تخلي الفيديو شكله النهائي أفضل. زي ما شفتوا، إنتاج فيديو واحد مش بيكون مجرد خطوة واحدة، لكنه بيمر بعدة مراحل، بداية من كتابة الفكرة والسكريبت، وبعدها مراجعة السكريبت وتعديله، وبعد كده تجهيز البرومبتات وإنشاء الصور والمشاهد، وبعد كده التعليق الصوتي، وأخيرا المونتاج والمراجعة النهائية. وفي كل مرحلة ممكن أكرر التوليد أو أعدل البرومبت أو أغير بعض الإعدادات أكتر من مرة لحد ما أوصل للنتيجة اللي تناسبني. يعني النتيجة النهائية بتكون بعد مراجعة وتعديل مش من أول محاولة. وكل أداة من الأدوات اللي استخدمتها لها دور مختلف، لكن في النهاية أنا اللي بختار الفكرة وبراجع كل خطوة وبعدل النتائج وبجمع كل العناصر لحد ما أطلع الفيديو بالشكل النهائي. بعد ما أتأكد إن كل حاجة جاهزة وإن الصوت متزامن مع المشهد وإن الفيديو طلع بالشكل اللي أنا عايزاه، ببدأ تصدير الفيديو وبكده يكون جاهز للنشر. وبعد ما خلصت جميع الخطوات ده بقى الشكل النهائي للفيديو بعد المونتاج والتعديلات. خلونا نشوف النتيجة سوا. بتحس إنك دايماً تعبان؟ أنا السبانخ مليانة حديد، ولو كلتني مع ليمون أو برتقان جسمك هيستفيد مني أكتر. وأنا العدس مش بس غني بالحديد، كمان فيه بروتين وألياف يشبعوك ويدوا جسمك طاقة. وأنا الكبدة من أغنى الأكلات بالحديد اللي جسمك بيمتصه بسهولة. كلني باعتدال، وما تنساش تتابع القناة وتشترك عشان تعرف فوائد أكلات أكتر. أتمنى يكون الفيديو أفادكم، ولو حابين أشرح أي خطوة بالتفصيل في فيديو تاني اكتبولي في التعليقات، وما تنسوش إن جميع الأوامر والبرومبتات اللي استخدمتها هتلاقوها في صندوق الوصف. شكرا ليكم وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.